في اسكندرية على أطراف المدينة في منطقة كده اسمها برج العرب، والمنطقة دي مشهورة بوسعها وخلوها عكس التزاحم اللي موجود جوه المدينة. وكان في عمال بنا شغالين في عمارة جديدة، ومن ضمن الشغل العمال بيقفوا على سقالة عشان يخلصوا الواجهة الخارجية بتاع العمارة من بره. وفي مرة واحد من العمال فقد التوازن بتاعه ووقع من على السقالة وللأسف مات. والأيام عدت عادي ومفيش أي حاجة حصلت لحد ما جه يوم اضطر العمال اللي هم يباتوا في العمارة عشان ينجزوا بعض الشغل. وصاحب المتوفي لسه بيشتغل في نفس المكان وسمع صوت حاجة بتترمي من فوق السطح، فراح عشان يشوف في ايه، لقى في ظل شخص بيقع من على السطح، والظل رجع يقع تاني على الأرض. والمنظر ده فضل يتكرر كذا مرة. فالشاب اتفزع من المنظر اللي هو شافه وراح ينادي للعمال عشان يشوفوا الظل له. فكلهم راحوا معاه علشان يشوفوه، ملقوش حاجة موجودة. فالشاب رجع يشوف الظل مرة تانية، فرجع بسرعة يقول لهم برضه ملقوش حاجة. فالشاب فهم ان دي روح صاحبه اللي مات، وفضل يشوف الظل ده في كل حتة وسبب له مشاكل نفسية. فحاول اللي هو يروح لطبيب نفسي، بس الفكرة ما دخلتش دماغه